نقطة مهمة جدا الاهلي اشتغل عليها النهارده، ودي اللي عطلت تماما او خلت فيه بطء كبير جدا في الخروج بالكرة الترجي، وهو الدفاع الوقائي اللي هو البروتكتيف ديفense. هنا هتلاقي راجل رقم 6 عايز يطلع لاعب الترجي في المساحة دي، فعمل ايه اكرم توفيق؟ بدأ يجري عشان يقفل هنا، فيعمل دفاع وقائي فيمنع وصول الكرة للراجل ده، وحتى لو الكرة وصلت له ما يتحركش بوشه، يستلم بظهره. فبص هنا كانت النتيجة ان اكرم راح له، فالراجل نزل عشان يطلب الكرة وظهره بقى للملعب. بص الراجل ده اضطر انه يرجع بالكرة لتحت. بص الكثافة اللي اتعملت من الاهلي، اتخلقت مساحه للراجل ده، راح برده عليه الاهلي. بص 3 لعيبه رايحين عليه، الراجل ده عنده فرصه انه يمرر على الطرف، حسين الشحات بينزل معاه. لما الراجل ده كان هنا ومرر لهنا، بدا يطلب الكره في المساحه، فنزل معاه اكرم توفيق. فكانت النتيجه ان الراجل بدل ما يمرر له ويكسر خطوط ضغط الاهلي، البروتكتيف ديفense او الدفاع الوقائي اللي الاهلي عامله اجبر لعيب الترجي انه يعمل ايه؟ انه يرجع بالكره لورا. فبالتالي كان الترجي بيحضر عرض كتير قوي قوي قوي، فده كان بيعطل ايقاع اللعب، ايقاع الترجي كان بطيء، فده كان احسن حاجه بالنسبه للاهلي.